السلام عليكم ومرحبا بكم. وصفتنا لنا اليوم عصبان المحلات وعصبان في البلا، يجي بزاف بنين. نتمنى تكملوا الفيديو حتى الاخير، ما تبخلونيش بجنب ومتابعه للمزيد من الوصفات. نمروا لطريقه التحضير. في كيكوطه نحط كميه تاع الزيت، 2 حبات بصل كبار، نحط الدواره والشحم، 2 حبات طوماطيس مطحونين، مغرف كبيره طماطم مصبره، مغرف كبيره راس الحانوت، مغرف كبيره فلفله حمراء، سنه تاع الثوم، رشه كركم، نمرق بالماء سخون، مغرف صغيره ملح، نبلع الكيكوطه ونخليه يطيب. بعد ما طاب نصفيه، نحطه في الاشواق، نضيف له رز مغلي ونطحنهم. بعد ما طحنته نرجع في الغيسيبيون، نحط له شحم، فيوند هاشي، وحبه بصل كبيره مطحونه، 6 سنات تاع الثوم، كميه تاع المعدنوس، لي زيبيس، مغرف كبيره راس الحانوت، نص مغرف كبيره فلفله حمراء، مغرف صغيره زنجبيل، نص مغرف كبيره حرور، رشه قرفه، ونص مغرف كبيره كمون، ونص مغرف كبيره ملح. نجمعهم مع بعض مليح، نضيف لهم مغرف كبيره طماطم مصبره، ونحط 2 كبشات من المرقه، نفرغه كامل في البلا، نزيد عليه المرقه، نغطيه بالالومنيوم وندخله يطيب. بعد ما يطيب نحي الالومنيوم ونخليه يتحمر. وهذا هو الشكل النهائي بعد ما طاب. نتمنى ينال اعجابكم وتجربوه، يجي بزاف بنين. الى الفيديو القادم ان شاء الله. تهلاو لي في روحتكم. سلام.